هو دايما شخصيتي كلها مأساوية وشكلهم عارفة المرأة المطحونة. عايزين نفرفش شوية. قابلنا أول مرة فين؟ من 2004 احنا بقالنا 20 سنة نعرف بعض. ايه لهوي. أول حاجة كان فيلم 1-0 بس ما تقابلناش بس في ما التصوير تقابلناش خالص في التصوير. ومريم نعوم دي كاتبة موهوبة جدا، ده أنا بقول لك بقى باك جراوند. أنا كنت لسه برضو ورور. مسلسل بنت اسمها ذات اتقابلنا بقى، وانا كنت عارفه ان في نجمه كانت هتيجي تعمله، وبعد كده قالوا لك نيللي كريم هي اللي هتشتغل بنت اسمها ذات. احساسك ايه بقى لما شفتيني وانا بعمل ذات؟ أحلى وأفضل مما كنت أتوقع. بجد بجد لا بجد. يعني هقول لك حاجه، انا في 1-0 حبيتك جدا جدا، ما اعرفكيش بس انا الشخصيه فوقعت في غرام الحاله دي اللي عملت ريهام بالطريقه دي. لا غالبا هتعمل ذات بنفس المشاعر. سجن النساء اشتغلنا مع بعض. انا فاكره اليوم اللي كنا رايحين فيه القناطر عند البيوت بتاعت السجانات. كنا في العربيه بتاعت السجانات وبنتكلم على اسم الشخصيه وبنتكلم على اسم الشخصيه. انا اكتر حاجه بحبها في الشغل معاكي ان انت تركيزك كله في الشغل. انت بتسالي عن الشخصيه مش عن نيلي. عمرنا ما اتخانقنا في الشغل، لا خالص الحمد لله. عمرنا ما زعلنا من بعض. لا. وعندي احساس ان ده ليه علاقه بان احنا الاثنين ستريت فورورد جدا. يعني انا دايما بتفرج على الحاجات اللي مريم بتعملها وبشوف هي رايحه فين، ايه الجديد، ايه اللي مزاجها عامل ازاي، مين المخرجين اللي بتشتغل معاهم. وبعد كده السنه دي قابلت مريم علشان جات لي فجاه كده سيل من الافكار. سيل من الافكار كتيره جدا جدا، وحسيت محدش يقدر يفهمني غير مريم، بما ان احنا اشتغلنا مع بعض كتير. مريم دايما بتفكر بره الصندوق. مريم كاتبه الموضوع مش كاتبه الشخص. مش عارفه لو انا لا لو صح صح. حتى لو نجم وحتى لو حبيبتي، حتى يعني لو نجم وكل حاجه، بس هي يهمها مش ان انا اعمل شخصيه حلوه، بتبص على كبير، على سكيل كبير قوي. بس ده مع خبره بقى. لا صح. لا ما الواحد بيتطور. لا احنا بنتطور. انا دايما بفتكر ما بيننا قعدتنا عندك في البيت بالعيال، حاجه ملهاش اي علاقه بالشغل، واحنا قاعدين في المطبخ وبنحاول نخطط نقول عايزين نعمل ايه. وحكيتي لي افلام انت عايزه تخرجيها. بعد كده قالت لي بصي انت تعالي لي بقى نعمل ميتنج في المكتب وتقعدي تطلعي كل الافكار اللي انت نفسك تعمليها. وكلمت مريم برضو مره وقلت لها ما عندكيش فيلم قصير عشان انا عايزه اخرج. انا جالي كده باشن ان عايزه اخرج. كل مخرج اشتغلت معاه بس بحب اتفرج هو بيخرج المشهد ازاي، هو رؤيته ايه. بقعد دايما بتفرج كده في صمت وبتعلم في نفس الوقت. انت بتصوري فوتوغرافيا حلو جدا، عندك عين. واخر مره لما كنا في الجونه انت قاعده لوحدك في ركن عماله تصوري وتصورينا ده حقيقي. انا بحب التصوير قوي. انت صورتيني اكتر من صوره، اللي هو شفت الصور مين دي. عايزه اسالك حاجه، لو انت ما كنتيش هتكتبي، ايه الشغف التاني اللي انت كنتي هتعمليه؟ بصي في شغف ابن ناس، وفي شغف مجنون. قولي لنا الاثنين. الشغف ابن ناس ابقى معماريه. انا اصلا كنت عايزه ادرس عماره قبل ما اقرر ادخل المعهد. الشغف المجنون اللي بحبه جدا جدا الرقص. انا بالنسبه لي الرقص ده احلى حاجه في الحياه. وبحس ان احنا من بعد الستينات الرقص الشرقي اخد منحنى مختلف، محتاجين يرجع تاني ان هو يبقى حاجه بيطرح لها المسرح. احنا اتربينا على ده وده حاجه حلوه جدا جدا. كان عندي حلم كده زمان ان انا اعمل فيلم سامية جمال، وعلى فكره لسه ممكن نقعد نتكلم مع بعض برضه في الموضوع ده. بس انا حاسه ان احنا مفتقدين بعض، يعني عايزين نشتغل مع بعض في حاجه. حاسه ان احنا ريحنا شويه، نرجع بقى نشد ريحنا نشد بقى. نشد تاني. شدي اللجام يا مريم. يلا. اللي جاي ايه بقى؟ اولا الفيلم، هنعمل الفيلم طبعا. وفيلم تاني عشان في واحد منهم انا واقعه في غرام. بجد لازم نعمله. مش عارفه، يقولي لي انهي واحد فيهم. اقول لك بعدين بقى.